الناس دايم يعتقدون أن الأماكن المهجورة تموت، بس الليلة منارة ما اشتغلت من 50 سنة رجعت تشتغل الحال. الضباب كان كثيف لدرجة يبلع الصوت، وفجأة شعاع نور شقه كأنه سكين. المنارة اشتغلت من جديد، وكان لازم أعرف ليش. وإذا القصة عجبتك لايك، اشتراك وشاركها، أو يمكن تحلم فيها الليلة. أمزح أو لا. رسميا المنارة مقفلة من عشرات السنين، لا كهرباء لا منظفين ولا سبب يخلي النور يشتغل. ومع كذا الباب الأمامي انفتح بلمسة يدي، وهنا استوعبت شيء مرعب. ما في شيء بالداخل انحرك، الغبار مغطي كل شيء كأنه كفن، الأثاث مكانه، الوقت واقف. وبعدين الأرضية بدأت تطن، صوت واطي عميق قديم كأنه شيء أقدم مني ومنك. طلعت الدرج الحلزوني والهواء صار أبرد مع كل خطوة، كأن المبنى يتنفس. بس كان في شيء ينتظرني فوق، دفتر سجلات مفتوح على طاولة، آخر تدوينه سنة 1973، مكتوب فيها النور ينادي ويدلهم الطريق. ما فهمت معناها إلين وصلت لغرفة المصباح. العدسة الضخمة كانت تدور بإتقان وبهدوء، لا محرك ولا كهرباء. النور كان ينبض الحالة حي، ومن خلال الزجاج شفت شخص واقف عند الشاطئ البعيد يطالع فيني ولوح لي. وهنا انتبهت للغلط الحقيقي، طلعت بيدي، كانت شاحبة نحيفة شبه شفافة تحت ضوء المنارة. الطنين صار همس يدلهم الطريق. المنارة ما كانت تحذر السفن، كانت ترشد شيء ثاني. والآن بعد ما صرت داخل النور، أنا ما كنت لي نحذر، أنا كنت الإشارة. وفي مكان ما داخل الضباب شيء ضايع أخيرا لقى طريقه للبيت.